السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين وأحلى أخوات وأحلى جمهور في الدنيا، باحبكم في الله. النهارده أنا هاعمل معاكم وصفة جديدة وحاجة جميلة جدًا، أولادنا كلهم بيحبوها. هاعمل معاكم الدجاج اللي هو البانيه، فراخ بانيه. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، أنا كان معايا كمية بسيطة يعني كيلو لحم، عملت منه الكمية دي كلها ما شاء الله، اداني كمية كبيرة وأفضل بكتير من اللي احنا بنشتريها، وكمان حاجة مضمونة، حاجة انت عاملاها في البيت، عارفة انت حاطة فيها ايه وعارفة المكونات اللي انت حطاها، وجميلة جدا وهتعجب ولادك، والطعم كمان خرافة. الطريقة جميلة جدا وسهلة، عايزاكم تشوفوها. زي ما انتم شايفين بقى دي النتيجة اللي طلعت معايا، وكمان كنت عاملة كمية ضعف دي كمان، بس كنت عملت منها للولاد، فكان طعمها حلو قوي. تعالوا بقى نشوف المكونات هنعمل ايه بالظبط معانا. معايا دلوقتي ده كيلو لحم، ومعايا كمان جبت نص كيلو فيجيتار، وده الكورن فليكس. انا كنت جايبه نص كيلو ونص كيلو فيجيتار، بس انا كنت جايباه حار، عشان كده هتبص تلاقي لونه احمر، حتى مثلا عامل في حروف الطبق ازاي. دي الشطه اللي انا كنت حطاها عليه، انا كنت جايباه حار يعني من عند العطار. لو انت عايزاه عادي مش حار بيجيبهولك برضو، ولو عايزاه حار بيتبلهولك هناك. فانا كنت عشان انا ولدي طبعا بيحب الشطه، فانا قلت له هاتوا حار، فانتوا هتبصوا تلاقوا الكورن فليكس من على لون احمر كده. ده بقى الفيجيتار، نص كيلو فيجيتار، وجايباه برضو متبل. انا مش هحط اي حاجه على الفراخ خالص، لان انا جايبه الفيجيتار ده متبل، عليه البصل باودر، توم باودر، عليه كل البهارات بتاعته، فانا مش هحط اي حاجه محطوط، حتى الملح برضو محطوط عليه، فانا مش هحط اي حاجه تاني خالص. هفضيه كده على الفراخ، وهقعد برضو على قد ما اشوف الكميه تحتاج برضو فيجيتار تاني هحط تاني. يعني لو كميه الفراخ دي احتاجت تاني فيجيتار هحط تاني، بس الاول هبدا كده بالعجن، ونشوف معانا لو احتاجت هنحط تاني عليها. ده كان ده كيلو فراخ صدور. انا بحب اعمل البانيه بالصدور، بيدي لي طعم حلو قوي، وكمان بتبقى العجينه ماسكه في ايدي كده عن اللحم بتاع الوراك وكده، لان بتبقى اللحمه ناشفه شويه، فبتبقى احسن معاكي في العجينه. هعجن كويس كده لحد ما كل الخليط يندمج مع بعضه، ويديني عجينه حلوه اعرف اشتغل بيها. هستمر في العجن كده. لو عملت الفراخ البانيه دي في البيت بتبقى حاجة جميلة جدا ومضمونة، وكمان بتعملي من يعني حاجات بسيطة، مكونات بسيطة، بتعملي كمية كبيرة. زي ما انتوا شايفين كده، دي بقى العجينة بعد ما عجنتها وخلصتها، بقت جميلة ازاي، وكمان جامدة معايا، اعرف اشكلها زي ما انا عايزة. هعملها بقى اشكال، حابة ان انت تعمليها صوابع، حابة تعمليها على شكل الفراخ البانيه اللي احنا بنشتريها الجاهزة، براحتك. حابة تعمليها بقى مربعات، دواير، قلوب، اللي انت عايزاه. شكليها حسب ما ولادك يعني يحبوها، وحسب الشكل اللي يعجب ولادك. زي ما انتوا شايفين كده انا بقى بعملها شكل الفراخ البانيه بالظبط، حابه ان انا اعملها الشكل ده، فهحاول اسوي فيها كده على قد ما اقدر عشان تطلع معايا بنفس الشكل. شكلها جميل جدا، وكمان الطعم انا ما اقولكمش على الطعم، كان خرافه وجميله جدا. عايزاكم تجربوها، بجد سهله ومش مكلفه خالص، وحاجة جميلة جدا هتوفر معاك كتير. هتبقى يعني ايه، الكيس احنا بنشتريه بيبقى فيه 7 قطع او 8 قطع، وبيبقى بمبلغ وقدره. لا دي انت هتعملها في البيت، هتوفر معاك ياما، ومش هتكلف عليكي خالص، لانها يعني كل المكونات تعتبر بتبقى موجودة في البيت، مفيش غير الكورن فليكس والفيجيتار اللي انت هتشتريهم من بره، فهتوفر معاكي كتير قوي. وكمان هتعمل معاكي كمية حلوة قوي هتعجبك، وتقدري تعملي منها في البيت في اي وقت بقى، حابه ان انت تفرزيها او حابه ان انت تعمليها مثلا عندك ضيوف او كده، او حابه تعملي لاولادك، هتبقى معاكي كميه حلوه، ويعني ايه، هتكفيكوا كلكم. وزي ما انتم شايفين كده انا عملت الشكل ده، انا عملت معاكم واحده، وبعمل واحده كمان عشان اعمل لكم الشكل اللي هو بتاع الفراخ البانيه. انا بحاول اسويها كده زي ما انتم شايفين.
اهوت. والعجينة ما شاء الله يعني حلوة معايا، بعرف اشكلها. الفراخ اللي هي الصدور بتبقى حلوة معايا في العجينة عن الوراك تحس ان العجينة بتاعتها بتبقى ايه، طرية شوية، متعرفيش تتحكمي فيها. اما الصدور عشان بتبقى ناشفة فتعرفي تشتغلي بالعجينة بتاعتها كويس. انا عملت معاكم 2 زي ما انتوا شايفين كده. هكمل بقى باقي الكمية وارجع لكم تاني. دي الكمية اللي انا عملتها ما شاء الله. دول كانوا 20 واحدة، عملتهم من كيلو صدور فراخ ونص كيلو فيجيتار. ما شاء الله. يعني شوف الكيلو فراخ عمل معايا كمية قد ايه، عمل معايا 20 واحدة. لا وكمان ايه، انا عاملاهم احجام كبيرة، يعني متوصية بهم شوية، فما شاء الله عملوا معايا كمية كبيرة قوي وكمية حلوة. هجيب بقى هنا الكورن فليكس عشان خاطر نغلفها بقى ونشوفوا هنعمل ايه. ده بقى الكورن فليكس. انا هعملها ازاي بقى، هغلفها ازاي. هجيب طبق فيه شوية مية واحاول بقى ان انا انزل الفراخ فيه وارجع احطها في الكورن فليكس. مش هحط بقى لا بيض ولا لبن ولا اي حاجة، بالمية عادي خالص خالص. يعني برضو زي ما بقولكوا كده مش هنكلف خالص يعني في الوصفة دي، وكمان جميلة جدا. هحطها كده في المية وارجع احطها في الكورن فليكس. شايفين بقى الطبقة الحلوة دي ما شاء الله. هاخدها تاني واحطها برضو في المية. يعني انتوا شايفين اداني طبقة حلوة ازاي. عشان برضو يعني اقوي الطبقة دي هاخدها واحطها في المية تاني وارجع انزلها في الكورن فليكس عشان تعمل طبقة اقوى من دي. ما تقلقوش خالص منها، مش هتفكك ولا حاجة. هنرجع بقى تاني نحطها في الكورن فليكس عشان تديني بقى الطبقة اللي هي ايه، اللي بتبقى بره دي، اللي هي المقرمشة. شايفين بقى بقت حلوة معايا ازاي. وكمان الواحدة من دي كبيرة جدا عن اللي انا بشتريها. إيه، لان انا عاملاها في البيت وعاملاها حجم كبير، فما شاء الله مديني الواحدة من دول كبيرة قوي. فانتوا لو بتشتروها بتلاقوها صغيرة عن كده، وكمان ما بيبقاش فيها حاجة، وساعات بيبقى طعمها مش حلو. فانت عاملاها في البيت وحاطة فراخ، ويعني عارفة العجينة انت عجنها ازاي، فبتبقى مضمونة. وكمان يعني الفراخ بتاعتك صبحة، عارفة الفراخ انت دبحاها وعارفة فيها ايه. فبتبقى يعني حاجات مضمونة في البيت، وحاجات مش مكلفة، وكمان هتعجب الأولاد. دي تاني واحدة بقى حبيت اعملها معاكم برضو كده عشان تشوفوها وتشوفوا انا بعمله ازاي. زي ما انتوا شايفين كده الطبقة بتاعتها جامدة ازاي وسميكة. يعني عملناها غلفناها مرتين فكانت حلوة قوي معايا. هعمل التالتة دي برضو معاكم كده عشان تشوفوا برضو انا بعمله ازاي. بننزلها في المية مرتين ونرجع نحطها في الكورن فليكس عشان خاطر نقوي الطبقة اللي هي بتاعت القرمشة اللي فوق دي، عشان تخليه مقرمش معانا زي البانيه اللي بنشتريه بالظبط. شايفين بقى الجمال والحلاوة. يا جماله يا جماله يا تكاته يا حركاته. هرجع برضو كده بنفس الطريقة زي ما احنا شغالين. لو لسه مكملين معايا لحد دلوقتي يا ريت تحطوا لي لايك للفيديو ده وتكتبوا لي كومنت حلو كده عشان تدعموا بالفيديو و... وتشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. انا الكمية دي عملت معايا 20 واحدة زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. ويعني كل واحدة ما شاء الله كبيرة.
دي بقى الكمية بتاعتي لما عملتها كلها، وكمان خدت واحدة كده وحمرتها في الزيت وقلت لازم اجربها معاكم قدام الكاميرا كده، ما شاء الله. شوفوا بقى جميلة ازاي، وكمان من جوه مستوية، والشكل من بره شكلها حلو قوي. حاجة يعني بجد جميلة جدا ونظافة، حاجة تعجب ولادك وحاجة شيك. بجد جربوها في البيت مش هتندموا. الحاجات دي جميلة جدا وسهلة، العمايل بتاعتها سهلة، مش مكلفة والله خالص، وكمان نظافة وشيك وأضمن في البيت، حاجة مضمونة. ودي بقى الفراخ البانيه اللي انا عملتها معاكم. يا رب تكون طريقتي دي عجبتكم. متنسوش بقى اللايك ودعم الفيديو ده، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد ومفيد. شوفوا بقى البانيه، اتفرجوا بقى على الفيديو كده ان شاء الله الفيديو ده هيعجبكم. الطريقة سهلة ومش مكلفة خالص. عملت معايا كمية كبيرة. دي بقى بقية الفراخ. انا لو انت حابة تفرزيها براحتك وتطلعها على التحمير مفيش مشكلة. يعني هتوفر معاكي كتير في اي وقت بقى، اما حابة ان انت تعملي اكلة سريعة بتجيبها تحمريها، مش مكلفة معاكي خالص. شايفين بقى الكمية وشايفين الحجم، يعني كل واحدة ما شاء الله كبيرة، والحجم بتاعها كبير، يعني مش زي اللي احنا بنشتريه. لا انا متوصية بيهم شوية، فما شاء الله يعني الكمية يعني ادتني كمية الكيلو اللحم ده، النص كيلو فيجيتار ادوني كمية كبيرة قوي، كمية